الأنصار يحبون الزراعة، فأتوا عند سيدنا النبي: يا رسول الله، هل نؤبر النخل؟ طبعا النخل فيه تأبير يعني تلقيح، كل النباتات الذكر مع الأنثى موجود فيها يعني خنثى، إلا النخل الأنثى لوحدها والذكر لوحده، فيحصل تأبير تلقيح على أساس النبات والإنبات والثمرة. فأتوا الأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هل نؤبر؟ النبي قال لهم: ما تأبرونش، ما أبروش. نهاية السنة ما حصدوش ولا في حاجة. يا رسول الله، ما فيش معانا حاجة لأن احنا ما أبرناش. قال لهم رسول الله كما في النص: أنتم أعلم بأمور دنياكم. من خلال هذا النص قالوا: ها، النبي أخطأ، عيب، هناك تأدب مع الحضرة النبوية، عيب. أنت تعلم على أن الأحاديث لها أسباب ورود، مش كلها على فكرة، بعضها أو قد تقول غالبها لها سبب ورود، كما أن للقرآن الكريم أسباب نزول. فإذا كان للقرآن أسباب نزول طبعا مش كله، والسنة أيضا كل حديث له سبب ورود. ما سبب ورود هذا الحديث؟ سبب ورود هذا الحديث قصة إسلام سلمان الفارسي. سلمان الفارسي مر بأديان مختلفة، اليهودية، المسيحية، فكان يقرأ في الكتب على أن نبيا سيأتي آخر الزمان هجرته في المدينة، فالرجل منتظر هجرة النبي في الموعد المحدد. عاش كثير، قالوا في عمره يعني 300 سنة عاش هذا الرجل. فأول ما أتى الموعد، موعد الهجرة النبوية في المدينة المنورة، بلغني الله وإياكم زيارتها، فسيدنا سلمان الفارسي أول ما الموعد قرب راح مباشرة مسافر إلى المدينة المنورة على أساس يلتقي بهذا النبي. فسلمان الفارسي في الطريق سرق، وكان زمان أي واحد يسرق يضرب عليه بالرق، يصبح عبدا مباشرة. تمام؟ هو لم يكن عبدا، هو حر، هو حر، فلأنه سرق أصبح رقيقا، فمباشرة نزلوه مسوق، من يشتري هذا؟ ولا كلمة تقول أنا اللي سرقتك وأنا اللي شبيعك، المهم أن أنا أحصل بيسه. تخيلوا يا مشايخ، الذي اشتراه تاجر يسكن المدينة المنورة، يعني هو كذا سيذهب إلى المدينة المنورة، صادق بلقاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه وصل، أتى موعد الهجرة النبوية، فدخل سيدنا سلمان الفارسي المدينة، ثم جاء رسول الله المدينة بعد فترة زمنية، فبدأ سلمان يتقص: هل هذا النبي محمد أم لا؟ فراح عمل خطة، قال وصفه عندنا أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. فراح سلمان أتى بتمر فقال له: يا رسول الله، هذا لك صدقة. النبي قال له: اعطهم. خلاص افتهم له على أن هذا رسول الله حقا. جاء ثاني يوم جاب له تمر، قال له: هذا التمر لك هدية يا رسول الله. فأكل منه وقال: قربه، يعني للصحابة. قال: خلاص. وبعد ذلك يريد أن يكتشف خاتم النبوة، فيسر له رسول الله رؤية خاتم النبوة، لأن خاتم النبوة في ظهره عليه الصلاة والسلام، لكن الأنبياء خاتم النبوة كان على ظاهر أكفهم، يعني كان خاتم النبوة ظاهر. طيب لماذا خاتم النبوة خفي
عند سيدنا النبي وظهر عند بقية الأنبياء، لأن سيدنا النبي أوصافه كثيرة، تمام؟ فالخاتم تحصيل حاصل فخفي، لكن جميع الأنبياء خاتم النبوة هنا، فكان ظاهرا لأن وصفهم هذا. فاهمين؟ فأول ما اكتشف وتحقق أنه رسول الله راح عند سيدة، قال له لو سمحت أنا أشتري نفسي، أنا واقي علشان ده الآدمي، اللهم صل عليه وآله، اشتي وقتي كله عنده، ما فيش داعي أجلس أخدمك وأروح وإيتي علشان خدمتك. فقال له اليهودي، شوف كيف اليهود يأتي بشروط صعبة، قال له تجيب لي كذا كذا أوقية ذهب، 400 أوقية ذهب، وتزرع لي 300 نخلة. قال له تمام، ولا ده إعجاز أصلا. فذهب عند سيدنا رسول الله اللهم صل عليه وآله، فعندما ذهب عنده قال له أنا اشتري نفسي، يشى مني كيت وكيت. قال له النبي كم عندك؟ يعني كم عندك من الذهب؟ قال له معي هذه القطعة. أتى له بقطعة ذهب صغيرة، وضع النبي كفه عليها، مباشرة تكاثرت بسرعة كذا، مش احنا الآن في كف النبي، مباشرة تكاثرت. تعجب، ما هو ده اللي أنا أشوفه؟ قال له طيب بعد باقي رقم 2، يشان أزرع له 300 نخلة. قال له تمام، جيب الفسائل اللي احنا نسميها مشتلات، أنا اللي شروح أزرع لك إياها بيدي. فذهب سيدنا صلى الله عليه وسلم يزرع بنفسه من تواضعه عليه الصلاة والسلام، فذهب يزرع بنفسه هذا النخل، فكان يشيل له مشتلات ويركبها لسيدنا سلمان. فلما ركبها ساعده سيدنا عمر ب3 رضي الله عنه. سنة تبأ جاء سلمان الفارسي عند النبي فرحان، قال له كل النخل نبت. لاحظوا يا مشايخ، نبت كل النخل من غير تأبير، نبت كل النخل من غير تأبير. قال له إلا نخلات عمر. أصلا عمر يشوطي زي النبي، ششوطي زي مين؟ زي النبي. هذا مشت لا تروح، ما تعاهدهاش على أساس التأبير والتلقيح. قال له خلاص روح دلنا على نخلات عمر. فراح النبي شلها وركبها من جديد. فلما ركبها من جديد نبتت مع أخواتها على فكرة. فالأنصار استغربوا، قالوا لما احنا نتعب أنفسنا في التأبير بما أن النخلات داهي خرجا. فراحوا عند النبي قالوا لا يا رسول الله نأبر بعد هذه الحادثة، شوف هذا سبب ورود. النبي قال لهم ما تأبرونش، ايش رأيكم تقربون؟ يعني ما أبروش ولا انتم ما استفدتونش من موقف سيدنا عمر؟ ما أبروش، ما نبتنش، طبيعي جدا. يريد سيدنا صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم أنتم لا بد لكم من الأسباب، أنا حاجة ثانية، أنا معتمد على رب الأسباب.